السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة راجعه لكم فيديو جديد، والنهاردة هنعمل طاجن الكوسة باللحمة المفرومة. أكلة مصرية أصيلة. وانا كده هوت جبت الكوسة كده هوت الحجم المتوسط دوت، ولا كبيرة ولا صغيرة، وتكون الكوساية كده محملة بالشكل ده كده هوت، واقطعها من فوق كده هوت الحتة اللي هي من فوق دي. ومعايا طبق فيه ميه عشان بعد ما انضفها كده اروح حطها في الميه بالشكل ده كده، واقطع الحته اللي هي من تحت دي عشان لو فيها رمله ولا فيها حاجه تنزل معايا قبل ما اقطعها. هكمل بقيه الكميه وارجع لكم تاني. بعد بقى ما قطعت الكوسه بالشكل ده كده اهوت، هجيب بقى السكينه. عندك قطعه ماشي، عندك زي ما تحبي. هقطعها بقى بالمنظر ده كده اهوت، بتكون تخينه مش رفيعه عشان ما تتهرش مني وانا بسويها، عشان الكوسه بتنزل ميه وممكن تتهرى مني. عندك قطاعه ممكن على ايديكي كده، اسهل واسرع على حسب رغبتك. بالشكل ده كده بسرعه. بعد ما خرجتها بقى بالشكل ده كده اهوت، انا سايباها بقى كده في الميه اخر حاجه. وبعد كده بقى هنعمل نشوفوا بقى هنعمل ازاي، نمشي كده بالخطوات. بعد كده هنوريك هنعمل ايه. انا هجيب بقى هنا بقى بصلايه. هنا بقى جبت حله، جبت معلقه سمنه كبيره، والحله سخنه قوي. هنزل بالبصله الكبيره بالشكل ده كده، شمي بقى الروايح. وهنقلب. احنا هنا هنصفر البصله مش هنحمرها قوي. وهنزل بفصون توم مفرومين، وهنقلب لغايه ما ريحه البصل والثوم يظهروا. بعد كده هنزل بقرن فلفل حامي او بارد على حسب، بس الحامي كده بيعمل ريحه حلوه. بعد كده بقى هنزل باللحمه المفرومه، وهقلب بقى كده. هقلب كويس لغايه ما لونها يتغير. بعد كده هنزل بواحده مرقه، كسرها كده. بعد كده هنزل بمعلقه كبيره صلصه طماطم، وده اختياري مش اجباري، عندك ما عندكيش خلاص، بس هي بتديها طعم حلو. لو ما عندكيش استخفي بالطماطم. هنقلب بقى كده. بعد كده هجيب عصير الطماطم اللي انا ضربته في الخلاط. بعد كده بقى هنزل بعصير الطماطم الفريش. هنا بقى اجيب رشه ملح سكر بسيطه عشان ما تعملش حموضه الصلصه، ما تعملناش حموضه على صدرنا. هنا معايا حبه ملح كده صغيرين، ومعايا واحده مرقه، وحبه فلفل اسمر، وسبع بهارات. هنزل بكل دوت، بس احنا مش هنكتر الملح عشان في ملح في مرقه الدجاج، في المرقه فيها ملح. ونقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه. انا بقى دلوقتي هغسل الكوسه
وهنزل بقى على الكلام ده كله كده لحد كل ده ما يستوى في قلب بعضه ويتسبك مع بعض. هنا بقى غسلت الكوسه وصفيتها، والكوسه طازه اهي بسم الله ما شاء الله وجميله. هنزل بقى على التسبيكه. هنا بقى هنزل بالكوسه بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاه والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. وهنقلب بقى الجمال ده كله، الجمال عدى الكلام. وهنغطيها بقى ونسيبها كده بقى ايه لغايه ما تستوي وتتسبك معانا. هوريكم بقى الشكل النهائي بتاعها. وده الشكل النهائي للكوسه، شايفين الجمال؟ دايبه دوب اهي، بصوا مستويه وجميله اهي. ولا ريحتها مش قادره اقول لكم الريحه بتاعتها عامله ازاي. وعملت رز بالشعريه بالمنظر ده كده اهو. وبكده يبقى وصلنا لاخر الفيديو. ان عجبك الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك والشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.